بما انك دخلت ثقب الاسود، استاذنك اخدك ونطلع رحله 2012. 2012 مش بعيد يعني. اللي حصل 2012 ان مجموعه من الاطباء والباحثين قرروا ان هم عايزين يعملوا تجربه على لعيبه الكوره. هيعملوا ايه يعني؟ مش هيقيسوا القوه، مش هيقيسوا الضغط، مش هيقيسوا المهارات، مش هيقيسوا السرعه، لا بالعكس، ده هيقيسوا ازاي تقدر تتعامل مع المعلومات تحت ضغط، حاجه اسمها الاكزيكتيف فانكشن. يعني ازاي اللعيب يقدر يتعامل مع كميه المعلومات اللي في دماغه دي ويقدر ياخد قرار بسرعه، ازاي يقدر يحسب الحركه الصح في فينتو ثانيه. يعني مثلا بركات وكره الجزائر، بركات كان يعمل كده جون، كان يعمل كده جول. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ده بركات ازاي ضيع كره زي دي. هو ده اللي بالظبط بيقيسه الاكزيكتيف فانكشن. يعني هنا الموضوع بيتغير خالص، مش اللي بيجري اسرع، مش اللي بيشوط اكتر، لا بالعكس، ده اللي بيقدر يتعامل مع المعلومات. هو ده اللي بيخليك لعيب احسن، هو اللي بيخليك توب كلاس. وده خلاني افكر، هو يا جماعه ازاي لعيب في نص الملعب حواليه 5 يقدر يفكر هو مين الاحسن يباص ولا يشوط؟ دماغه بتشتغل ازاي في لحظه زي دي؟ اللعيب المحترف هو اللي يقدر ياخد القرار في اقل من نص ثانيه، لان في دماغه حاجه شبه الجدول بتقدر ترتب كل المواقف اللي قدامه، تقدر تقول له في الموقف ده تعمل كذا، في الموقف ده تعمل كذا. وده نابع من ان هو بيتمرن كتير، وان دماغه بترتب كل اللي بيتمرن عليه بشكل معين، عشان لما يرجع يشوفه تاني يقدر ياخد القرار الصح، يقدر يقول انا لقيت الموقف ده هنا، انا هعمل كذا، هو ده الاصح بالنسبه لي. وهو ده بالظبط اللي بيحصل في الداتابيزز.